سريا مجلس إدارة نادي الزمالك يجمد الشكوى ضد أسامة حسني. هتصدق؟ وزارة الإسكان توافق للأهلي وترفض فعل الزمالك الشنيع. فضيحة من العيار التقيل جدا وبالمستندات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادات والسادة من عشاق ومتابعي قناة جبهة الأهلوية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل الإعلام طلع على الشاشات وعلى المواقع وعلى الصفحات أن نادي الزمالك ومجلس إدارته بيعد شكوى إلى النائب العام ضد أسامة حسني ضد تصريحاته السابقة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته دون مستندات. والله حصل، كل الناس قالت كده. طب ايه الصح واللي حصل يا حضرات من داخل نادي الزمالك وانفراد؟ واقول لك اصلا العسس داخل نادي الزمالك كتر. من الخائن؟ من الذي يسرب المستندات اللي طالع يعني تامر عبد الحميد قدام الملأ بيطلعها ويقول اهو، ومجلس إدارة نادي الزمالك مشتعل. نادي الزمالك بيتشكك في بعضه يا حضرات، قاعدين بيشككوا في بعضيهم، الكل بيكلم صاحبه وصديقه وعضو مجلس إدارة وهو أساسا شاكك فيه إن هو اللي بيعمل ده. مين اللي بيطلع؟ مين اللي بيطلع ده؟ مين من مصلحته انه يشوه نفسه عشان يطلع مستندات ومحضر اجتماع ومكتوب فيه مخالفة براءة أسامة حسني؟ عشان كده انا بقول لك خلي بالك، كل الامور اللي طالعه دلوقتي تتكلم على جنايه حصلت من أسامة حسني على الملأ، من ميدو ومن قناة الزمالك ومن يوتيوبر إعلاميين موجودين أصلا على قنوات فضائية موجودين وهم طالعين يشككوا في بعض والله العظيم. وأخيرا مجلس إدارة نادي الزمالك بيجتمع وبيقول كالتالي احنا رفعنا يعني للنائب العام شكوى ضد أسامة حسني لمصيبة احنا اصلا معكوكين فيها عند النائب العام والكسب الغير مشروع والاموال العامة. احنا كده هنفتح على نفسنا طاقة جهنم. واذا كان النادي الاهلي ساكت مش عايز يقدم مستنداته، مش عايز يعمل اي حاجة ولا يشتكي ولا يتكلم ولا يقول غير ان هو قدم الطلبات بتاعته عشان ياخد 10% او 20% كجزء استثماري بالمثل زي ما عمل نادي الزمالك. فالكلام ده يا حضرات بلاش. قال احد اعضاء نادي الزمالك اللي هم فاهمين واللي بيخرج بره نطاق انه بني ادم بجسم بني ادم وراس لا مؤاخذه يعني جحش، هو ده طبعا خرج بره الموضوع ده وبيتعامل كبني ادم وبيتعامل بحكمه وقال كالتالي: ما ينفعش يا حضرات ان احنا نرفع للأموال العامة ولا حتى للمجلس الأعلى للإعلام شكوى ضد أسامة حسني اللي قال حاجات كلها واقعية. إيه؟ هل إحنا مش موجودين دلوقتي في النيابة العامة؟ هل إحنا يعني مش المفروض ان احنا يتجمد المجلس بتاعنا زي ما اتجمد المجلس بتاع النادي الاسماعيلي؟ يعني المفروض النادي الاسماعيلي اتجمد المجلس بتاعه، المفروض ان احنا يتجمد المجلس بتاعنا. ده تحول للنيابة عشان مخالفات وشبهة فساد، واحنا متحولين برضو عشان شبهة فساد برضو. واذا كان الاعلام واذا كانت المستندات كلها موجودة ان احنا زي مجلس ادارة نادي الاسماعيلي، فليه احنا ما عملناش زي إدارة نادي الإسماعيلي؟ كده انتوا هتجبروا المسؤولين اللي بيساعدوا ويمسكوا بتلابيبنا وبيمشونا وبيشغلونا وبيساعدونا كمان حتى واحنا مخالفين، هتخليهم اصلا يجمدوا المجلس بتاعنا. فانت ازاي تفتح على نفسك اللهيب وتفتح على نفسك نار جهنم؟ الكلام ده انا بقوله لك بواقعية شديدة جدا، مش رؤية. ده الكلام ده في وسط نادي الزمالك كله، الكلام ده مع مجلس الإدارة والجلسات السرية في بيت لبيبو، الجلسات السرية اللي بتتعمل في منتديات خاصة في غرف مغلقة. الكل أصر على عدم التصعيد
الى النيابة العامة ضد اسامة حسني. طب يا عم الاعلى للاعلام مالها؟ ما منه فيه وزيتنا في دقيقنا. لا يا عم، ده صفحة قدام صفحة، شكوى قدام شكوى، واحنا مستنيين دلوقتي ان احنا الاعلى للاعلام يسكت وما يتكلمش ويرفع من غير شكوى ويحاسبنا من غير شكوى، لان انت بتجبر المجلس الاعلى للاعلام ان هو يسمع اسامه حسني ويبرأ نفسه ويقول له يا عم ده انت المندوه وهشام نصر طلعوا على الاعلام وقالوا الكلام ده، وقالوا ان احنا متحولين، وقالوا ان انسحبت الارض. طب ليه ان النيابه العامه والكسب الغير مشروع وهذا المستند بس بالاحاله الى الكسب الغير مشروع والى الاموال العامه، واللي حولتهم النيابه العامه اللي حولت للاموال العامه والكسب الغير مشروع، واللي انتدبت لجان عشان تعمل ده، وهو اسامه حسني ما قالش حاجه غير الجزء ده؟ ليه يا عم؟ ان مجلس اداره نادي الزمالك لم يجمد مثل ما تم تجميد مجلس اداره نادي الاسماعيلي لمجرد ان تم التصعيد وتم يعني احالته الى الاموال العامه لشبهه فساد. ما هي يا ناس، ما بتتكسفوش؟ انتوا ما بتتكسفوش على اللي انتوا بتعملوه. عشان كده يا حضرات قرار من وزارة الإسكان، وفي نفس الوقت طب ليه النهاردة تم الموافقة ولسه لم يتم الإعلان من وزارة الإسكان؟ بس قبل ما اتكلم في ده عايز اللايك المتين يضرب نار، عايز ان الريتش بتاع القناة نزل عشان البلاغات اللي بتتقدم من الذباب الإلكتروني الخاص بيه والخاص بيه والخاص بيه هو. فاحنا عايزين نعمل لايك متين يضرب الدنيا ويقول للناس احنا ما بنتكلمش غلط، احنا الناس دي عاجبها الكلام ده بجد يا حضرات. النادي الأهلي وزارة الإسكان اليوم بيتم الموافقة على طلب النادي الأهلي. طلب ايه يا عم؟ على 3 طلبات للنادي الأهلي مكرر بتخصيص جزء استثماري يقارب 20% ليس 10% خدمي للنادي الأهلي. وتم بالفعل الموافقة من وزارة الإسكان على الجزء الخدمي. هل بالفعل هناك مناورة ولا هناك يعني خطة تدريبية تعليمية لإدارة نادي الزمالك للتصرف الصحيح والقانوني واللائحي في الأرض حينما يتم تخصيص الجزء الخدمي الاستثماري فعليا؟ هل ده يعني جزء تدريبي ولا ان هم اساسا عايزين النادي الاهلي يتصرف كما تصرف نادي الزمالك عشان يحلوه هو التاني؟ لا، هو النادي الاهلي هيعمل الجزء ده وهيتم تأجيره فعليا مثل ما فعل نادي الزمالك قبلا في المحلات في سور نادي الزمالك. يعني ايه؟ يعني الاصوات التي علت الان وخونت مجلس اداره لبيبو هي اللي بتقول الكلمه وعكسها، الكلمه ونقيضها. اسامه حسني يتحول نيابه عامه عشان اتهم نادي الزمالك بان انه هو يعني عنده مخالفات ولم يحل. انت خدت بالك؟ هو ده الجزء اهو. طب ما هو يعني اتحول ليه للنائب العام؟ ايه اللي حوله للنائب؟ ايه اللي حوله للكسب الغير مشروع؟ ايه اللي حوله لده؟ ده اذا كان الموضوع سيناريو وتمثيليه ومسرحيه فعليه والدوله بتتعامل معاه على هذا الحدث كما فعلت بغباء شديد جدا فانها حولت وجمدت مجلس اداره النادي الاسماعيلي، فلماذا لم تجمد اداره نادي الزمالك؟ فكده هنفتح على نفسنا ابواب جهنم. هو ده. وان كمان وزاره الاسكان بالموافقه على هذا الطلب عشان التكرار اللي قرره الكابتن محمود الخطيب، وعشان يلاقوا ثغره يقولوا احنا برضو كده. طب نادي الاسماعيلي ما يعمل كده؟ ده عنده الملعب بتاعه على ال4 اتجاهات، لو اتعمل في كل اتجاه محل واحد يا ناس سدد الديون بتاعت نادي الاسماعيلي، بدل ما يأجر الملعب لا أجر الجزء الاستثماري. والله. فانت بتتكلم في ايه؟ ان النادي الاسماعيلي قدم طلبات برضه. عشان كده ممكن يكون الموضوع هنا
انت بتعملوا ايه؟ انتوا بتقدموا كمان على جزء خدمي. انت هتبصوا، انت عايزين تعملوا زي اسيادكم ولا ايه؟ طب هو نادي الزمالك زي النادي الاسماعيلي؟ اه يا عم، جماهير نادي الاسماعيلي وجماهير نادي الزمالك المظلومه في وسط كل هذا الموضوع، المشوشه والمغيبه واللي مش فاهمه ايه اللي بيحصل. اتحدى واحد من جماهير نادي الزمالك يطلع دلوقتي يقول لي ليه مجلس لبيب متحول الى الكسب الغير مشروع. اتحدى واحد هيقول لك عشان باعوا. لا، طب ما هو طلع المستند اللي بيقول لك وزاره الاسكان وافقت بالفعل على ان النادي الزمالك يبيع. طب ايه الجزء الغائب في مثل هذا الموضوع؟ ما في جزء مخالفه هنا، في جزء كارثي هنا. قالت له بيع كده، بيع يا صبري. طب بيع وحط في حسابات نادي الزمالك، ولكن ما يقدرش يحط في حسابات نادي الزمالك، لان وقت ما يحط في حسابات نادي الزمالك الفعليه راح حطها في حسابات اخرى. اللحظه دي اللي قاعد مقتنص الفرصة كالعادة عشان ياخد الفلوس اللي اتبرع بيها، الفلوس اللي ما اتبرعش بيها اللي عملها قروض، وهو ممدوح عباس بالحجز على حسابات نادي الزمالك. كله بيتشكك في كله، كلهم بيتشككوا في بعض. والواد تامر عبد الحميد ده اوعاكوا تفتكروا ان الموضوع ماشي كده. لا، اضرب الله كلمتين واقول لك. طب انت كمجلس ادارة نادي الزمالك مش ممكن تسرب المحاضر بتاع الاجتماع؟ طب انت مقفول عليك غرفة وقاعد في وسط 5 6 من مجلس إدارة نادي الزمالك المعتمدين اللي هم أصلا يعني معكوكين ومش ممكن يسربوا حاجة زي كده. طب المحضر بتاع الاجتماع ده، أركز معايا يا مؤمن، المحضر الاجتماع ده بيتسرب ازاي؟ طب ما تبص على وزارة الشباب والرياضة. انت ليه بتتكلم في ده؟ ما هو نسخة والله نسخة من المحضر ده بتقدم الى مجلس الاعلى للشباب والرياضه. طب ليه ما تقولش ان هي اصلا الدوله نفسها هي اللي بتسرب كل هذا الموضوع، هي اللي بتحطك في ده، هي اللي بتضغط عليك. طب هي بتضغط عليك عشان تجميدك؟ طب ما هو ما تضغط عليك عشان تجميد. طب بتضغط ليه؟ ما تجمدك وخلاص، وهي عندها الامور اهي. لكن لا، الدوله يا حضرات بتهدد نادي الزمالك وتهوشه، لكن هم اصلا اللي جايبينهم ازاي هيحاسبوهم؟ ازاي هيحاكموهم؟ هم نفسهم اللي موافقين لهم على كل هذا الموضوع. ازاي اصلا هيعملوا ده؟ ازاي هيعملوا ده؟ اذا الاعلى للاعلام اللي عايزه تشوه ده، هي اللي عايزه تجبر مجلس اداره نادي الزمالك على الاستقاله. ومجلس اداره نادي الزمالك مش هيستقيل. لحظه استقاله مجلس اداره نادي الزمالك ثق تمام الثقه ان على طول هيمسكوهم زي العصافير. دي بمثابه الحصانه، حصانه مجلس اداره نادي الزمالك، ان هو معين من الدولة نفسها تحت شعار انتخابات مجلس الادارة. عشان كده استحالة، وديكم شايفينه قدامك اهو، مفيش اي اجراء اتخذ زي ما اتخذ الاجراء ضد مجلس ادارة نادي الاسماعيلي. هيهات والفضايح كتيرة جدا جدا، ومجالس ادارات كل الاتحادات اللي موجوده للالعاب الفرديه واللي المفروض تدخل الاولمبياد كلها دلوقتي زملكاويه، وكلها دلوقتي بيتخذ قدامها اجراءات اخرى. والله. طب ماذا حدث لنادي النصر اللي موجود فيه 40 واحد من وزارة الشباب والرياضة معينين نفسهم يعني بلطجية داخل المكان بياخدوا فلوس، والقضية وصلت لمبتغاها، يعني ايه؟ وصلت للنيابات، وصلت لكل حتة، واتحلت بالودي الودي ودي 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 ودي. والله دلوقتي كل اليوتيوبر بتاع نادي الزمالك الصغير والكبير طالعين دلوقتي يخونوا مجلس إدارة لبيب ويطالبوا بإقالة مجلس إدارة لبيب. الكل بيخونوا، بيقولوا ده خاينين، ليه ما أجروش بدل البيع؟ طب مش انت اللي بتقول نفسك ان في مستندات بتثبت ان هناك موافقة من وزارة الشباب من وزارة الاسكان بان في جزء استثماري وبيع يا صبري؟ انت كذاب. واللي سمح بان يطلع مستندات زي كده مش عايز يحول كمان وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الى النيابة العامة، لان اصلا لو انت ركزت كويس هتلاقي كل كلمة انا بقولها صح. اذا تم تحويل المجلس
نادي الزمالك الى النيابه العامه والكسب غير مشروع، فالمفروض انهم يحولوا وزاره الاسكان كلها من الوزير حتى الغفير كلهم يتحولوا برضه للمجلس الاعلى للاعلام. مش انا بقول لك ان الموضوع مش فيه سر، لا في تهديد بس، لان الموضوع كله خلاويص. الدولة عايزة الارض عشان تطرحها المتر ب50 مليون، وبدل 50 مليون هيبقى 48 مليون ويك على طول. والله ما هناك يعني طارق مصطفى، والله، وهناك العديد من المستثمرين الكبار، الجمال. طب ركزوا معايا واضربوا اللايك المتين، اركز معايا. هل الموضوع انه لما تباع مجلس إدارة نادي الزمالك لواحد زي الجمال، والجمال ده نسيب جمال مبارك، وجمال مبارك ده منين؟ يعني من النظام البائد، صح ولا مش صح؟ هل في حاجة زي كده؟ هل ان الموضوع خاص ان لا وليه تبيع للجمال؟ ليه؟ او ان احنا كمان عايزين ننتقم من الجمال وناخد منه طب ليه انتوا سايبين الجمال من النظام البائد موجود لحد دلوقتي في هذا النظام؟ ليه يا حضرات؟ يا حضرات ما تكلمونا بقى وتشوفوا الدنيا فين. الجمال ممكن يكون هو القشة التي قسمت ظهر البعير. عموما مفيش مشكلة، اضرب اللايك المتين وتعالى عشان اقول لك ان الاتحاد الدولي وان الاتحاد الافريقي بعتوا للاتحاد بتاع الوراثة بتاع تنس الطاولة عشان عاصر. مش انا بقول لك الكلام ده، مش انا بقول لك الكلام ده، وبيدينوا ما حدث وعايزين تحقيق، وبيقولوا الاتحاد بتاع تنس الطاولة المصري عيب، وعايزين نعرف عملتوا ايه في التحقيقات. يا اما تجمدوا لنا وتوقفوا لنا عصر ده، يا اما تدونا يعني مقاييس ومعايير لما يحدث عندكم من توريث للموضوع بتاع اتحاد التنس. مين ابن الراجل ده اللي قاعد في وسط الصالة ومعاه تليفونه حتى ولو كان لاعب داخل المنظومة وداخل المكان؟ قولوا لنا ايه اللي بيحصل يا ناس. الفضيحة بتاعتكم بقت على الملأ. ايه اللي يخلي واحد زي لاعب النادي الاهلي لتنس الطاولة عصر يصور ويتضايق ويغضب ويعمل حركة زي كده، لولا ان الناس دي كل ما تعتلي كرسي ابنه يطلع يقول لك انت مش عارف انا ابن مين؟ انت مش عارف انا ابن مين؟ مليتوا البلد، خربتوها، مليتوا البلد وخربتوها. انتوا شركوا اخطر من الاخوان، والله انتوا اخطر من الاخوان. الاخوان بالنسبه لكم انتوا يعني انتوا اسيادهم يعني في الموضوع ده، والله العظيم. وتقول لي اخوان وانتوا اصلا اسوأ من الاخوان. والله العظيم. عموما النادي الاهلي لابد من انقاذ سريع وصفقات يناير عشان سد العطب اللي معمول ده دلوقتي في خط الظهر. وانا مش هقول الكلام ده اكتر من مرة. الاهلي والمساعي الكبيرة جدا وغضب تروب في هذا الموضوع. ياس تروب غضبان غضب شديد جدا للاداء الهزيل جدا واللياقة البدنية والضعف العام اللي موجود، وعايزين دلوقتي حقن بنسلين ولا فيتامينات يعني عشان اللاعبين دي اللي مش عارفة يعني هي بتلعب بقميص النادي الأهلي. الأهلي رايح على فين؟ ربنا يسترها معانا يا رب. أشكر كل الناس اللي دخلوا معانا دلوقتي، وأنا بقول لك أسامة حسني بريء بريء لأن مفيش قضية أصلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.